حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ دي فيلا 3 ادوار واحنا كنا بننضفها بالتصوير البطيء. يعني انا اتفرجت على الفيديو قبل ما اعلق عليه. ما شاء الله العمال بيشتغلوا بالتصوير البطيء، وحاجه بصراحه يعني ما تفهمش، اكنهم ما فطروش. بصوا انا هعلق على الفيديو، يعني اعتبروني النهارده عصام الشوالي او مدحت شلبي. خلينا في مدحت شلبي عشان هو دمه خفيف زيي، فخلينا في مدحت شلبي احسن. يعني عموما الفيلا دي كانت بقى اشي تصبين حمامات، تصبين مطابخ، غسيل انتريهات، غسيل ستاير، فرش، رص اكياس ودواليب، ورص شنط فوق مش عارف ايه، وطلع الصيفي ودخل الشتوي ولمع النجف. فالموضوع كان كبير قوي قوي قوي. احنا كنا بتاع 12 15 تقريبا، وهي في نجفه وقعت شفتوها انتم من شويه. فالموضوع كان محتاج عدد كبير قوي، والحمد لله احنا معانا لغايه 3000 حد. يعني احنا ممكن نيجي نعمل استاد القاهره الدولي. فالفيلا دي خدت شغل كتير. اللي اتصور منها الدورين اللي فوق، هي دور ارضي واول وروف بقى، والروف فيه اوضه وحمام كده وحته بتاع. كان العميل بقى تقريبا كانت بقى لها 3 4 شهور محدش دخلها. عميل كان مسافر او حاجه، وتقريبا يعني على ما اتذكر والله عشان ما اكونش بكذب يعني. فكان طالب مننا كل حاجه بقى، تنظيف عميق، المطبخ والاجهزه وجوه الدواليب المطبخ والارضيات والحمامات واللي مش عارف، كل حاجه بقى، كل حاجه. واحنا طبعا جايبين بقى العده كلها، يعني موظفاتنا، مقشاتنا، مكانسنا، مساحاتنا، شفاطاتنا، بلوراتنا، صابونك، ملمعاتك، كل حاجه، كل سلك مواعينك، جايين بسلك المواعين والفوط والله يا جماعه. فانا مش عارف ازاي هكمل معاكم الفيديو 11 دقيقه من غير ما اجهز حاجه اقولها، بس احنا ان شاء الله هنرتجل زي بتوع الراب كده، هنقول من غير ما نجهز. يعني انا مش مجهز حاجه، فكل اللي هقدر اقوله في الاول السلام عليكم. اول ايه ده؟ انا بقالي ساعتين بهري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى نسيب اللي في ايدينا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، مفيش احلى من الصلاه على النبي. تمام؟ وقولوا معايا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بصوا انا هطلع عن اللي بيحصل في الفيديو والثلاجات والغسالات والكلام ده، وهكلمكم شويه عن خدماتنا. انا ممكن اقول لكم احنا بنقدم ايه في شركتنا، بحيث لو انت او انتي ما تعرفوش فيبقى فرصه اعرفكم يعني. خلاص. طبعا هو كله بيتمحور حوالين خدمات النظافه وما حولها بقى. يعني الشقق السكنيه العاديه اللي هي بتاعت مامتي ومامتك او بتاعتك، يعني اللي هي احنا قاعدين فيها بشكل طبيعي، اللي هي يعني مقيمين فيها حاليا يعني وايدينا فيها. فبنقدم لها كذا باكج، منهم باكج مثلا التنظيف العميق، وده بيكون مقدم من فريق. يعني مش بنبعت لك واحد او واحده او اتنين، لا ده بيكون فريق على الاقل 3، وبنجيب فيه العده بتاعتنا، ادواتنا ومنظفاتنا. طبعا تكلفته بتكون مش 300 جنيه، مش 700 جنيه، مش 1000 جنيه، تقريبا بتبدا عندنا من 1800 جنيه الى ما شاء الله بقى. يعني في فيلل وقصور بنخش بناخد 25000 جنيه و30000 جنيه. طبعا دي بتكون مساحات شارهه وشاسعه وفارهه. لكن طبعا مش شقتك ال 90 متر، عشان ما تفهميش غلط. شقتك 90 متر بتبقى ارخص من كده بكتير جدا جدا جدا. اسعارنا كويسه في المتناول بالنسبه اللي بنقدمه بصراحه، يعني كقيمه مقابل سعر، لا هي كويسه جدا 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 جدا. وارجوكي ما تقارنهاش بالبنوته او بزوجه الحارس العماره اللي بتجيبيها، لان احنا شغلنا حاجه تانية خالص. ده بالنسبه لباكج التنظيف العميق. باكج التنظيف العميق احنا بنرجع الشقه زي ما قعدت فيها في الاول. بنعمل تنظيف عميق لكل حاجه. ممكن اشرحها لكم دلوقتي بما ان احنا معانا وقت. تنظيف العميق يا جماعه لو هنتكلم على اوضه نوم، احنا بنجيب من فوق لتحت بلكونات وشبابيك بتتغسل، حوائط بنعالج اي بقعه فيها، اي بقعه قابله ان هي تنضف الحمد لله بننضفها. طبعا مش محتاج اقول لك احنا بنحرك كل ما يمكن تحريكه، من كومودينو، تسريحه، السرير طبعا بيتشال وبنجيب من تحت، بنشيل الملل والمراتب. كرسي مثلا جوزك بيقعد يهز عليه بالليل، اللي هو الكرسي الهزاز ده، طبعا بنحركه وبنشيل. اي سجاد بقى ومفرشات على الارض بنشيلها، تتنفض وبتعمل بالمكنسه. اي حاجه بتكون موجوده بنعملها.
طبعا اي قلموتال موجود في الاوضه طبعا بيتغسل وبيتنضف، المجر بتاعته والقلموتال نفسه بيتلمع. اي مرايات، اي ازاز، اي حاجه محتاجه تتعمل الحمد لله بنعملها، فبنرجع الاوضه 10 على 10، بخلاف طبعا تنفيض الاسقف واللي هي السقف يعني، بس انا بتكلم باللغه العربيه الفصحى، والتزعيف. واي بلكونات طبعا قلت لكم ان هي بتتكنس وبتتنفض وبتتغسل مش بتتلمع، في فرق بين غسيل وفرق بين تلميع. فالتنظيف العميق بيكون غسيل يا جماعه، انت بتجيب اعمق عميق في العماقه. لو هنتكلم على حاجه في باكج التنظيف العميق زي المطبخ، هيجي اقول لك ان انا بنزل لك المطبخ كله كله كله، دواليب وثلاجات وديب فريزر و مواعينك بقى كلها بتتغسل اللي محتاجه تتغسل. عايزه اعاده رص للدواليب مفيش مشكله، عايزه فرز للتوابل والرز واللي مش عارف ايه والمكرونات اللي موجوده في دواليب المطبخ طبعا بنعمل كده. محتاجه تفضي الثلاجات وتغسليها غسله نظيفه جدا، طبعا لازم نعمل كده في التنظيف العميق. هو كل حاجه عموما اختياري، احيانا في ناس بتحجز تنظيف عميق وما بترضاش تخلينا نفضي التلاجة، لان ده يعني هي حريه، يعني حريه، انت بتبقى حر تختار الحاجات اللي داخل الباكج. لكن ينفع نعمل كده ولا لا؟ ينفع طبعا، ليك حريه ان انت يا باشا هنفضي لك التلاجة والفريزر كله ونفرز اللي انت عايز ترميه، عايز حاجه تطلعها على جنب، وبنغسل لك الفريزر او التلاجة ونعيد رص الحاجه تاني. وطبعا بنجيب كل عدتنا وادواتنا معانا. هنقول حاجه زي الحمام في باكج التنظيف العميق. الحمام بيتصبن كله. لو جات لك بنت من عندنا قالت لك لا والله ده انا ما بجيبش من فوق، يا باشا ارجعي لخدمه العملاء، ما تقلقيش، بكل رفق وبكل بالراحه هنخلي البنات اللي عندك يعملوا كده. وبلس عايز اقول لكم على حاجه بقى مهمه جدا جدا، ان معاهم مشرف. يعني احنا بنوفر مشرف في باكج التنظيف العميق. يعني سي قلنا لك والله هيجي لك 4 افراد، اعرفي ان اللي هيجي لك 4 افراد ومشرف. خلاص، طبعا ما بنطلبش بقى فلوس مواصلات او اي تكاليف زياده عن ما اتفقنا. يعني سي اتفقنا على 1000 جنيه، فاحنا بناخد 1000 جنيه وبس، ما بنجيش يوم الزيارة نقول 1100 الا لو اتفقنا اتفاق جديد وزودنا حاجه جديده. طبعا محتاج اقول لكم ان الغسيل الجاف اللي هو تنظيف الانتريهات، تنظيف المراتب، تنظيف الركنه، كراسي السفره، الستاير، ده بتكلفه اضافيه، اكسترا فيز باللغه الانجليزيه، بيقولوا عليها اكسترا فيز. خلاص، فلو انت هتضيفي اي حاجه من الحاجات دي، او احسن يفضل تحجزيها مع الاوردر، وانت تحجزي من الاول افضل ليكي ولينا. تصور اللي انت عايز تعمليه وتبعت لنا، بنتفق معاكي وبنعرفك تكلفته قد ايه، وكمان بنعمل لك اوفر لذيذ جدا لو هتعملي غسيل جاف مع تنظيف الشقه. اتمنى اكون مش رخم، يعني اتمنى اكون لذيذ في الكلام وخفيف على قلبكم، ان شاء الله اطلع كده يعني، ان شاء الله ربنا رب يجعلني مقبول عندكم. فاكمل معاكم موضوع التنظيف العميق. طبعا عايزين نقول مثلا حاجه زي الصاله، في نيش، في بوفيه، في سفره، كل الحاجات دي وارد ومتاح ليك ان انت تختاري انت تفضي النيش وتلمعيه من جوه وتعيدي راسه تاني. طبعا بنشيل كل السجاد يتنفض وتعمل مكنسه كويس، لو عايزه تنفضيه بره الشقه خالص اوكي، كل حاجه متاح معاكي، وبنبقى مرنين بشكل اوفر لطلباتك. يعني بتشوف انت محتاجه ايه وبنعمل لك كل اللي انت عايزاه. ده بالنسبه للشقق السكنيه بشكل طبيعي. اما الشقق المقفوله بقى لها فتره، يعني مثلا انت قافله شقتك بقى لها 3 4 5 شهور، او بلاش قافلاها، شقتك وصلت لحاله سوري في اللفظ مزريه، او مش سوري يعني هو عادي كلنا ممكن نوصل لحاجه زي كده، ومزريه مش كلمه عيب، ممكن نكون اهملنا فيها شويه لظروف ما، انت حامل مثلا، في لا قدر الله حد تعبان عندك او حاجه، فالشقه وصلت لحاله مش افضل حاجه. احنا طبعا يشرفنا احنا نساعدك، وبنقوم بالموضوع ده بشكل جميل جدا ومميز جدا، ومش بنحسسك خالص ان انت بيتك فيه حاجه او في حاجه معيوبه، لا خالص خالص خالص، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا، ويشرفنا مساعدتك كمان فيه، ونفرح معاكي ان بيتك رجع للاحسن كمان. وان شاء الله ما حدش فيكم اتعرض ان هو يبقى قاعد في مكان وحش. ان شاء الله بيتكم كلها تبقى جميله ونظيفه ونفسيتكم تبقى في احسن حال. فالبيوت اللي حالتها كده بنوفر لها باكج تنظيف عميق كده كده، ملهوش بقى اختيارات يعني، بس طبعا مش بيكون تنظيف عميق زي المنازل السكنيه العاديه، لا هو بيكون حاجه سبيشال قوي، واحنا مخصصين فيها ناس معينه بمشرفين معينه،
وبنجيب فيها عدد ومنظفات بزياده عن الطبيعي، علشان عارفين ان احنا ممكن نحتاج اكتر من الطبيعي. وبيني وبينكم بتكون اغلى سيكه. اوكي. فطبعا العميل بيكون معرفنا الحاله دي، واحنا كده كده بنسال اثناء الحجز، بنسال اي عميل اذا كان حاله شقته كده ولا مش كده، خلاص، علشان نقدر نساعدك مظبوط ونقدم لك الخدمه اللي تليق بيك علشان نخلي بيتك احسن. طيب في طبعا النوع الاكثر مبيعا عندنا اللي هو بعد التشطيب. احنا مميزين جدا فيه الحمد لله. خدمه تنظيف بعد اعمال التشطيبات عندنا الخدمه الاكثر مبيعا. يمكن بنعمل 3 او 4 او 5 شقق يوميا، وفيلل منهم كمان في خدمه بعد التشطيب. ودي بتكون باينه جدا من اسمها ان انت لسه مشطب شقه او لسه مستلمها من شركه تشطيبات، او انت مهندس تشطيبات وبتحجز معانا. فطبعا دي بيكون ليها شغل تاني خالص خالص خالص، اللي هو بنحاول نزيل كل اثار الدهان والتشطيبات اللي حصلت في المنزل او في الفيلا عندك، وبنحاول نخلي لك المكان جاهز تماما للفرش وللمعيشه وللسكن. وقت الفيديو جري مننا، فهكمل لكم القصه بتاعتنا واسعارنا وانظمتنا في فيديو تاني. ارجوك وارجوك لو وصلتوا لغايه هنا اتمنى تسيبوا لي لايك لو انا استحق ده، ولو مجهودنا اللي شفتوه الفيديو يستحق ده. وشكرا جدا ليكم، واتمنى تعملوا متابعه علشان نظهر لكم تاني وتالت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.